اللقاء اليوم اخترت يكون بين وسط جمعة هالحبايب اللي جايين يشاركون الأستاذة مريم عثمان. عقبال كل عام وأنت بألف خير. الله يسلمك، شكرا لك أنت يا أميرة. أنت طبعا دائما مصاحبة معنا في كل الفعاليات، أشكرك من الخاطر. واليوم فعالية حلوة فيها لمسة أنثوية مثل ما يقولون، لأن يوم الحب الأسري أو عيد الحب الأسري، المرأة، الأم، الأسرة، يعني أصحاب الهمم حاولوا أن يعبرون. دائما إحنا نشجعهم أو ندفعهم أن يكونون موجودين في كل الفعاليات اللي بتكون في الدولة أو في كل المناسبات. طبعا شهر 3 شهر مليء بالفعاليات، المرأة، يوم عيد الأم، الأسرة، فكان جميل إنه يكون لهم تواجد ونتعمد هذا. يعني حتى لو المناسبات الثانية كعيد الوطني، عيد الفطر، كل المناسبات احنا دائما نشجع أصحاب الهمم إنه يكونون جزء من المجتمع، وإن يقدمون ويتحدون إعاقتهم. قد يقدمون شيء احنا ما نعرف نقدمها، لأن ربك يعوضهم عن أشياء ثانية، فهم يعني بحسب إمكانياتهم يحاولون، خلينا نقول يعبرون أكثر من نقول إن يقدمون، يعبرون. فكانت مثل ما شفتي عندنا فعاليات متنوعة، بازار موجود مشاركين فيه أصحاب الهمم، مشاركين فيه كثير من سيدات المجتمع، النساء اللي تعمل أشياء في البيت، كثير من المحلات اللي احنا متعودين إنها تتعامل معنا دائما. وحاولنا إن نركز على البضاعات اللي تخص المرأة. شهر رمضان الكريم، كل عام وانتم بخير إن شاء الله، ينعاد عليكم بالخير والبركة يا رب. وأيضا شفتي فعالية مجموعة من الفقرات اللي قدمناها، وغير الجلسة الحوارية اللي احنا كان مجموعة جلسة الحوارية، لأني اخترنا وتعمد أني أختار مجموعة نسائية مختلفة، كل واحد في مجال مختلف، يعني اللي في مجال الصحة، اللي في مجال الطب، اللي في مجال الإنساني، اللي في مجال البزنس. فكل واحدة تكلمت، من حتى الشيف، يعني بينا المرأة في دولة الإمارات المتنوعة، والأم أيضا، يعني فهذا كان الهدف من الندوة. وطبعا يوم مثل ما تشوفين تجمع، سواء لمحبين أصحاب الهمم، للداعمين لأصحاب الهمم. طبعا والشيخ جمعة، طبعا لا الشيخ جمعة، الشيخة فاطمة بتحشر دوم معانا في كل المناسبات، ما تقصر، لازم تطلع الهواء مباشرة للمفروض. فيعني يعني هذيل انا ما حتى ما اقول، يعني انا احس ان هم اهل الدار. والشيخ جمعه هو عضو منتدب لمركز راشد، طبعا وجوده دعم، قوه، سند. وانتم وسائل اعلام، اميره العلي 3 خطوط تحتها، دائما ويانا داعمه، تدخلين معانا في كل المناسبات. فعلا يعني انا اقدر هالشيء. شو يدعمونكم؟ احنا شو؟ لا ما تقصرون، والله ما تقصرون. على فكره وجودكم انتم اكبر دعم، ترى اي حد اخر الاعلام غير، واحنا نعرف هالشيء. فجزاكم الله كل خير وشكرا، وانتم رفقاء درب، احنا ماشيين مع بعض. الله يسلمك. شفنا اليوم تكريمات كثيره كانت لداعمين مركز راشد. من اليوم اللي انت تنتظرين تكريمه لمريم عثمان؟ لا الله، بس تقدير عند رب العالمين. ما ادري انا، يعني يمكن عندي فلسفه خاصه. بالعكس، التكريم، اي تكريم يجيك فوق الراس وشيء يفرح القلب ويسعد القلب. بس امانه يعني انا دائما احس انه الاعمال الخيريه والانسانيه لا تكون هدفك التكريم، لا يكون هدفك التقدير من الناس، بتضيع بركته، بتضيع اجره. يعني خليه عند رب العالمين، هو بيعطيك اياها بطريقته، وانا مؤمنه بهالشيء وانا شفته بهالشيء. دائما في ناس تحتاج ان ليش مثلا المتبرعين يقولون في العلن مثلا. انا اتعمد بعد. في حتى ناس اللي تقول لي لا اتعمد، لانه الا اذا حدا اصر كثير، لكن انا اتعمد ان يكونون قدوه، ما اخليهم قدوه. خليهم ما على شو، يعني هلا النيات عند رب العالمين. ما دام انا لما احط هذا وقدره وكرمه، غيره بيقلد، خلي يقلدون في الزين. ليش كلنا ناخذ المنطلق ان هذه مراءة؟ ليش دائما احنا ننظر النظرة السلبية للموضوع، ما ناخذ لها النظرة الإيجابية؟ يعني أنا لما حد يقول أنا بعرف ان هذه الشركة أو هذا البنك أو هذا الشخصية إذا تبرعت قد يجر مجموعة وراه، قد ذلك فليتنافس المتنافسون. بالضبط، ليش لا؟ كلنا على الخير نسعى. الله دائما نختم فيها. طبعا أنا أشكر كل وسائل الإعلام،
وطبعا وانتم في المقدمة الناقد. وهنا أتكلم بحق أن مركز راشد من بدايته لليوم وسائل الإعلام كانت مرافقة لنا، وأنا بكرر شو ما أنا بقدم في هذا المبنى إذا لم يكن وسائل إعلام مركز علينا ومركز على أصحاب الهمم تطلع القضية هذه خارج هذا المكان، يمكن ما كان في توعية، يمكن الناس ما حسوا، يمكن ما حسيتي بهذا الوجود اللي موجود مثل اليوم ولا في الفعاليات الثانية. إن شاء الله يا رب، إن شاء الله أنتم تستاهلون أكثر من تكريم. إحنا ممتنين لوسائل الإعلام، وفعلا لا أقولها من الخاطر، ترى ممتنين لكم حق حق حق. أي شيء بسويه داخل هذا المكان ما له فايدة إذا أنتم ما أخذتوا وركزتوا عليه وطلع. أنتم اللي بتطلعوا، أنتم اللي غيرتوا في القوانين، أنتم اللي خليتوا أصحاب الهمم في الإمارات خذوا هالخطوات الوسيعة وخذوا هالحقوق. طبعا شيوخنا فوق الرأس، ما هم الأساس، هم القيادة، وسائل الإعلام. شكرا، وهذا واجبنا، وانا افتخر بهاي الشهاده. حبيبتي الله يسلم. شكرا، وكل عام وانتم بخير، وربي يبلغكم شهر رمضان الكريم بالخير والبركه، ويتقبل صيامكم وطاعاتكم وعباداتكم كلها ان شاء الله. شكرا، الله يسلمك.